باش نكون متسوق ذكي وتكون عندي الصلابة وعدم الاستسلام وما نطيحش ضحية الخدع ديال المحلات التجارية الكبرى، خاصني ندرب راسي على هاد النقاط اللي غادي نذكر في الفيديو اليوم. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة وأخوات. الفيديو اليوم تتمة ديال الفيديو السابق اللي كنا هضرنا فيه على خدع وحيل السوبر مارشي اللي كيطيح فيها المتسوق، اللي كتستنزف الميزانية ديالو وكتخليه ياخد شي امور هو في غنى عنها. يعني كيف ما كنقولوا كيدخل على عماه كياخد اللي محتاجها واللي ما محتاجهاش. هما 7 ديال الحيل غادي نتعرفوا عليهم اليوم في الفيديو باش نكون واحد المتسوق اللي عارف اش كيدير وعندي رقابه على نفسي. اول حاجه اعزائي، الا كتلاحظوا ملي كنمشيو للسوبر مارشي كاين واحد المكان مخصص للكرارس، العربات اللي كندخلوهم السوبر مارشي معنا باش كناخذوا المنتجات وكننزلوهم فيهم. من ضمن الامور اللي كتخليني ما نستنزفش فلوسي هو انني نستغنى على هذيك الكروسه الكبيره، ما ندخلهاش معايا كاع. كنمشي مباشره حدا لاكيس، كيكونوا واحد الكروسات صغار، يعني قريريسه صغيره، واحد سليله كتجرها معاك وكتاخذ هذاك الشيء اللي محتاجو. حيت الا ديتي معاك هذيك الكروسه الكبيره بحال الا كتعطي اشاره للمخ ديالك ان ديك الكروسه كلها خاصها تعمر، وكتبقى تهز منتج مورا الاخر مورا الاخر صافي حتى كتلقى راسك عمرتي الكروسه. او دير حاجه مثلا الا كنتي محتاج واحد منتج واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كتدخل للسوبر مارشي بلا ما تدخل معاك لا سله ولا غيره، كتمشي فقط كتاخذهم في يدك. وصراحه يعني انا بديت كنشوف الناس كيوعوا بهذه القضيه، كتلقى يعني كتلقى الشخص هاز معاه جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال المنتجات وكيجي كينزلهم الكيسي، صافي كيخلصهم وكيتوكل على الله بلا ما يمشي يقلب لا على سله ولا كيقلب على كروسه. هذه من اولى الخطوات اللي كتخليك يعني حريص انك ما تخسرش بزاف ديال الفلوس في السوبر مارشي. والحاجه الثانيه، حاول دائما ما نمشيش للمحل التجاري وانا جيعان، دائما نمشي مورا الغداء او مورا الفطور او مورا حتى العشاء علاش لا. حيت الانسان الا مشى كيتسوق وهو جيعان كتبقى كتاخذ الحوايج ماشي ضروريه، والمشكله كتبقى تاخذهم بكميات كبيره حيت هذاك الاحساس بالجوع صافي كيبقى يخليك تحس ان هذاك الشيء اللي خديتيه هو قليل وما غاديش يشبعك. وهذا الشيء ما يفسر يعني علاش الناس كتقدى بزاف في رمضان. كيف ما سبق لي وقلت في الفيديو اللي سبق، الناس في رمضان كتكون صايمه، كتبقى تهز تهز تهز، كيبان لك الاغلبيه ديال المشكله ماشي منتجات يعني مأكولات، كتلقى هذاك الجوع ديالهم بحال كيحفزهم ويشريو اي حاجه جات قدامهم، سواء يعني منتجات غادي يتكال او منتجات اخرى هما في غنى عنها وما محتاجينهاش كاع. هذه هي ثاني حاجه اللي تخليني واحد المتسوق اللي عارف اش كندير. وثالث حاجه، ضروري ما يكون عندك واحد القائمه تكون محضرها مسبقا، وهذه اهم خطوه في هذه المراحل كلها اللي غادي نذكروا. اني الانسان قبل ما يخرج للسوق كياخذ واحد الورقه والستيلو، صاحبوا مع الورقه والستيلو اخواتي واخواني، حيت ضروري في هذا الوقت هذا اي حاجه خديناها خصنا نديروا ليها طريق ونديروا لها مخطط. المهم كناخذ واحد الورقه والستيلو كندير قائمه بداك المنتجات اللي عندي في الدار واللي انا ماشي بحاجه ليهم، وكنشوف اشنو خاصني. دائما نتعلم ندير جرد، نشوف اشنو عندي في الثلاجه، في القناه ديال البلاكارات، في الدار كامله اشنو اللي نقدر نستغنى عليه وما نجيبوش هذا الشهر ونخليه حتى الشهر اللي جاي. ضروري من القائمه.
يعني مولو اليوم مورا يوم مورا يوم صافي الانسان بحال الا كيتعود وما كتبقاش تستسلم للمغريات، كتولي اي حاجه باغي تشريها انت يعني مسبقا محضر ليها. الحاجه الرابعه اللي كتنخرج جيوب ديالنا وكتهرس الميزانيه اللي هي العروض اللي كيقترحها لك السوبر مارشي، وكتلقاه دائما حاطه في داك الممر الرئيسي اللي كلشي كيشوفو. كيجيبوا لك حلويات ديال الدراري الصغار اللي عارفين ان الولاد الا دازوا غادي يكرموا لك تما وغادي يلصقوا. انت بطبيعه الحال يعني ملي كتشوف الولد كيبكي كيجيك نوع من الحرج وكتاخذ هذاك الحلوى للولد، ولكن اللي هو صحي وسليم هو انه واخا داك الولد يكرم لك على ديك الحلوى ما تاخذهالوش. علموا هذاك الولد الصغير انني كناخذ داكشي اللي محتاجه وعلى حساب الميزانيه اللي عندي، وصدقني انك غدير فيه واحد الخير كبير حيت انت كتربيه على الحكامه. ماشي اي حاجه شفتها وانا ماشي حاجه ليها خصني ناخذها، او ما عنديش ليها استطاعه، او فلوس اللي عندي يلاه كتكفيني في شي حاجات مهمه ماشي ناخذ بها انا الحلوى وشي حوايج تافهين. وفي التالي كيبقاو ليا يعني بعض الامور او بعض الضروريات ما كناخذهمش حيت خديت لولدي واحد الحلوى ولا واحد اللعبه ولا واحد الكسوه هو عجباتو. وبالنسبه للحاجه الخامسه اخواتي اللي هي واحد الخدعه ولاو كيعتمدوها دابا الاغلبيه ديال السوبر مارشيات ملي كتمشي تخلص كيسولك الكيسي كيقول لك واش عندك الكارطه. اشنا هي هاد الكارطه؟ هي واحد البطاقه كيديرها لك السوبر مارشي وكيقول لك حقا شحال ما تقديتي كتبقى تجمع النقاط او كتبقى تجمع فلوس من واحد السنتيمات كتبقى تجمعهم ولا دراهمات، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. كتبقى تجمعهم واللي كتوصل لواحد النسبه راه تقدر تقدا بهم. دابا حتى هذه وحده من ضمن المشاكل اللي كتخلي الانسان يتقدى بلا ما يحس. كتلقى دائما هذاك الكيسي كيسولك عليها وكيقترح عليك كيقول لك اودي ديرها وشنو كاين خصك تبقى تجمع دوك النقاط وتستافد. يعني فهمتي هذيك هي الخدمه ديالو، هما اصلا مخلصينه باش يقول لك انت كمتسوق هذيك الهضره. صافي كتبقى هازه ديك الكارطه ديالك وانت كدور في هذاك المارشي منتج مورا الاخر. كيبقى التفكير ديالك فقط كيفاش تجمع اكبر عدد من النقاط. تبقى تقلب على المنتجات، ربما شي منتجات انت ما عمرك ما شريتيهم وكتاخذهم فقط حيت هذيك الكارطه كتدعمهم او كيقول لك راه كتوفر في الكارطه الزرقاء او الخضراء واحد 3 ديال الدراهم، او يعني بينما الا جيتي تحسبها داك المنتج الا خديتيه على برا تلقى هذيك 3 دراهم اللي غادي يحسبوها لك انت في الكارطه ربما تستافد او تقدر تقتصد، يعني تقتصدها مضروبه في 3 ولا 4 ديال المرات. هما دائما تيلعبوا على يعني العقليه ديال المتسوق، وهادشي كيف ما قلت لكم راه ما جاش هكاك غا عبثا. هما عارفين النفسيه ديال الانسان ملي كيدخل يتسوق وكلشي هذيك الموسيقى اللي كيديروا. السوبر مارشي حتى هي عندها دور انها تخلي هذاك المتسوق شبه مغيب وما عارفش اش كيدير، بالاخص الانسان اللي كيكون جديد على هاد المحلات التجاريه الكبرى كيدخل يعني تيتقدى على عماها اللي صالح له واللي ما صالحلوش، حيت فقط هو حاس بالراحه داخل السوبر مارشي كليماتيزي والموسيقى صافي كيبقى كيهز واحد في هذيك الكروسه، بينما هي واحد الراحه لحظيه. يعني ملي كتخرج من السوبر مارشي وكتجي لدارك كتفقد الفلوس ديالك، كتلقى راسك خسرتيهم في امور غير اساسيه وانت مجبر باش تخلص ربما فواتير ربما بزاف ديال الحوايج انت مشيتي خسرتيهم في بعض المواد اللي تافهه جدا وما تنفعكش انت، ربما ما تصلحش لك انت كمستهلك مغربي كاع، ما غاديش تعرف ليه وما غتستهلكهاش. سادس حاجه واللي هي مهمه بزاف
ما تبقاوش ترافقوا مع الناس اللي كيمشيو للسوبر مارشي. صافي كيدفع هذيك الكروسه وغادي داخل بها، ما عندوش كاع رقابه على نفسه، تيهزويلوح في ديك الكروسه، تيهزويلوح في ديك الكروسه، وما يعني ما على بالوش. بالاخص هذوك الناس اللي كيكونوا نوعا ما يعني عندهم بحبوحه في الماده. وانا واحد انسان يعني المستوى ديالي على قدي، علاش غادي نترافق مع واحد الانسان اللي غادي نحس براسي انني يعني مجبر باش حتى انا ناخذ هذاك الشيء اللي كياخذ، غير باش يعني نوعا من الاستحياء، يعني كتحشم قدامه، او فقط باش يقول ان فلان ماشي بخيل. يعني سواء كان الموضوع نفسي يعني كيأثر عليك وكتبدا حتى انت كتصرف بحالو، او فقط باش ما يعني ما يقولش راه فلان ما كيصرافش، راه فلان بخيل يعني وما خصوش يشوف عليك داكشي. الحل اللي قلت لكم هو انكم سيروا بوحدكم. احسن حاجه انا بالنسبه لي هو الانسان يمشي بوحده، حيت الاحتياجات ديال كل دار خاصه، يعني حتى شي دار ما كتشبه الدار في داكشي اللي كيستهلكوا. والحاجه السابعه والاخيره اللي هي حتى هي ضروريه، سيروا لدوك المنتجات اللي كتكون غير معروفه. راهم كاينين في السوبر مارشي، غير قلبوا كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، راه كيكونوا حاطينهم لتحت، يعني في الاروقه لتحت كاع. دائما تحداو نفسكم وخدموا شويه، ما يكونش فيكم العجز، قلبوا على دوك المنتجات وهزوهم واستافدوا منهم. راهم زوينين ومنتجات جيده وثمن مناسب. علاش كيقترحوهم بثمن قليل؟ حيت كيف ما قلت لكم ما كيخلصوش شي ضرائب كبيره على السميه، حيت هذوك المنتجات اللي كتكون عندهم سميه ودايرين ليهم كثرة اشهارات التلفازه والهرج، وفين ما مشيتي كتلقى واحد التصويره كبيره في الشارع ديال المنتج الفلاني، او جايبين الممثل الفلاني داير ليهم عليها واحد الاشهار، او جايبين واحد طباخ او طباخه دايرين ليهم عليه واحد الاشهار. هذا يعني ان داك المنتج راه هو الطوب وغناخذوا داكشي اللي كيقترحوا لي السوبر مارشي. لا، كاينين منتجات مخفضه ماشي معروفه بزاف، ولكن الجوده ديالهم جيده، ما كاينش شي فرق. الفرق اللي كاين هو في الثمن. الاخر كتاخذوا مثلا واحد المنتج داير 6 دراهم في يعني ماركه غير معروفه واسم فقط، يعني كيجيبوا هذاك المارشي. حيت انا سبق ليا هضرت مع واحد السيده، واحد القائمه او موظفه كاينه في المتجر، وقالت لي ان هاد المنتجات المخفضه هما نفسهم كموظفين كياخذوها. علاش؟ حيت هما قالت لي حنا كنجيبوا هذيك المنتجات جمله وكنديروا ليها لومبالاج ديالنا حنا، او ربما كيجيبوها لهم بلومبالاج ولكن ماركه غير معروفه، ما كتخلصش لهم واحد العموله اللي كبيره بزاف على داكشي، كيقترحوها بواحد الثمن اللي اقل، ودائما كيحاولوا يخبيو عليكم، حيت هذوك المنتجات الاخرى اللي هي بثمن كثير كتخلص لهم عموله زايده. هذا هو الفرق، لا اقل ولا اكثر. كاينين في كل شيء، كاينين سواء في الزيت، في المواد الاستهلاكيه ديال الماكله، ديال الطبخ، او ديال النظافه، او ديال الملبوسات، او ديال الافريشه، او كل شيء. حاولوا دائما تبعدوا من المنتجات اللي ما كتكونش عليها هلاله، اللي ما عليهاش واحد، اللي ما عليهاش اضواء كيف ما كنقولوا، باش نتوما تستافدوا. هو صراحه الانسان يعني الا عنده واحد البحبوحه في العيش سيدي، الله يسهل على كل واحد، ولكن الانسان الا كان حدو قدو دائما يحاول يقلب على داكشي اللي يفيدو، واللي غادي نخسروا هنا في السوبر مارشي ربما نخسروا في شي حاجه، نستثمر في نفسي، نتعلم شي حاجه، او نعلم وليداتي، او نوفرها ليهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى كانوا كيعجبوكم بحال هاد المواضيع خليوها لي في الكومونتير، كنقول لكم الى الملتقى بحول الله وقوته.